أحداث روجافا كردستان أثبتت من هو زعيم الشعب الكردي. أحداث الآونة الأخيرة في روجافا كردستان سوريا الجزء الأصغر من كردستان خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 30 كانون الثاني كشفت العديد من القضايا والحقائق والتساؤلات التي كانت تشغل الفكر الكردي. فقد كشفت هذه الأيام 23 عن قضايا وأشياء وأمور ظلت خفية طوال 26 عاما. والآن يطرح الكرد هذا التساؤل: من هو عبد الله أوجلان؟ وما هو هدفه؟ وهل تعكس وتمثل أفكاره حقيقة الكرد؟ كما أدرك الكرد حقيقة أنه عندما يأتي الدور على الكرد وكردستان من ينبغي أن يكون القائد والزعيم. تكبد روجافا كردستان خسائر فادحة في الحرب التي استمرت 23 يوما. وبموجب اتفاقية 30 كانون الثاني الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية قسد ودمشق، خسرت الإدارة الذاتية في روجافا كردستان 42 من أراضيها بما في ذلك جميع آبار النفط. كما توغل النظام السوري في المدن الكردية. الجانب الإيجابي الوحيد لهذه الاتفاقية هو أنها منعت وصول القتال إلى مدن كردية مثل قامشلو وديرك وعمودة، وبهذا أنقذت الشعب الكردي من إبادة جماعية ومجازر محققة، أي أنهم أذاقوا طعم الموت للكرد في روجافا كردستان ليرضوا بداء الظلم وآفته. كما في المثل الكردي: خوفه بالموت ليرضى بالحمى. والحقيقة هي أن من أنقذ روجافا كردستان من الإبادة الجماعية وسنح الفرصة لإدارته كان وحدة شعب الكرد وتلاحمهم وتكاتفهم في جبهة حامية حول روجافا، وبالأخص إقليم كردستان الذي كان الحجر الأساس لهذه الجبهة الموحدة المتلاحمة. ومما لا شك فيه أن موقف الرئيس بارزاني الرافض لمحاولة احتلال روجافا كردستان كان القوة المعنوية الحافزة والباعثة للكرد لبناء هذه الجبهة. بل لم يقتصر الأمر على الجانب المعنوي فحسب، بل سخر الرئيس بارزاني كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والمساعدات العامة لعرقلة ووقف الهجمات على روجافا كردستان. وبذلك قضى على جميع مزاعم حزب العمال الكردستاني باكك المعادية للبارزانيين منذ تسعينيات القرن الماضي. فباتت هذه المزاعم في مزبلة التاريخ أمام أنظار الشعب الكردي. واليوم بات الكرد أنفسهم متشككين للغاية من مهمة عبد الله أوجلان ووظيفته وتنظيمه. فأوجلان الذي زعم لسنوات بأنه معتقل في قبضة دولة تركيا وبسببه حظي بدعم وتعاطف شعبي واسع، نراه غاب وتبخر وانتهى في أعين الرأي العام الكردي. وبات من الواضح أن دور أوجلان كان أسوأ وأبشع من دور حسن خيري الذي ترك الكرد تحت رحمة الاحتلال التركي خلال معاهدة لوزان. فتلاشت أوهام أوجلان الأيديولوجية في فضاء السياسة الحقيقية وتبخرت كفقاعة ماء بعدما قضت على الإنجازات العسكرية التي تحققت هناك. إن انهيار خرافة القيادة الوهمية وتأليه أوجلان بين الكرد أدت إلى زيادة مخاوف الدولة التركية، إذ تسيطر الدولة التركية على الكرد من خلال أوجلان. والآن وفي محاولة لحماية سمعة أوجلان بات باخشلي وسط مساعي حثيثة وتهديدات تجاه الكرد غير المؤيدين والمريدين لأوجلان. كما باتت الدولة التركية التي مارست القمع والتعذيب الوحشي ضد المحتجين من شعب باكور كردستان تركيا من أجل روجافا باتت تسمح لهم بتنظيم الاحتجاجات والتظاهرات بعدما تم إبرام الاتفاقية، أي أنه يحظر في تركيا ترديد شعار تحيا مقاومة روجافا بينما يسمح بترديد شعار يحيى القائد آبو. إذا تمعنا النظر للموضوع فسنرى أنه في روجافا كردستان لم يخسر أوجلان، بل كبد الكرد هناك أعظم الخسائر والانتكاسات. وستستخدم الدولة تركيا خيانة أوجلان ضد جميع أجزاء كردستان الأخرى على هذا النحو. لذا بات اعتبار رؤية أوجلان زعيما كرديا هو بحد ذاته خيانة عظمى للأمة الكردية. كما أثبتت أحداث وقضية روجافا كردستان أنه متى ما يأتي الدور على الكرد وكردستان فإن الرئيس بارزاني لن يتخلى عن موقف الكردية. لذلك يعتبر الرئيس بارزاني في قلوب جميع الكرد مهندس قيام دولة كردستان المستقلة.